السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم أخواتي في قناة كانو فور جيمنج. شباب، فيديو سريع جدا ومنتشر منه بكثرة على الإنترنت، بس بالرغم من هيك اسمحوا لي أنشره لأنه في عالم طلبته مع أنه سهل. شباب، الفيديو كيف تخفي الشعبية عندك. في عالم كثير ما بتحب العالم تشوف شعبيتها، هذا الأمر خاص فيا. لهيك نحن كالعادة راح أدخل من حسابين، حساب جوست وحسابي الأساسي. هلا راح ندخل من حساب الجوست. هون مثل ما انتم شايفين هذا اسمي، الملف التعريفي بنضغط عليه يا شباب. هون بيطلع عندكم الملف التعريفي مثل ما انتم شايفين، من تحت على اليمين بنحدد الشعبية. هون انت دخلت على التفاصيل الشعبية اللي عندك. طبعا هون المعجبين اللي بعتي لك، طبعا هون بيعطيك اكتر واحد بعت لك الشعبية. هون انتم شفتوا التفاعلات الاخيرة، اخر اسبوع مثلا مين متفاعل. لوحة الرسائل، العالم اللي بتبعت لك الشعبية مرفق معها رسالة. مثلا انتم شايفين عندي هلا شلون. هون من تحت الهدايا المستلمة، هدول كل شيء انت مستلمه من العالم يا شباب. شوفوا طيارات، سيارات، لايكات، خواتم، ميداليات، دجاج، موتورات. مثل ما انتم عم تشوفوا هون العالم او الهدايا اللي انت مستلمها من المعجبين اللي عندك، الاصدقاء اللي عندك. هلا بنروح على الاعدادات وبنشوف الخيار، وبنرجع بنفوت من حساب الجوست وبنشوف كيف بيصير كمان. هلا راح ندخل هون حسابي الاساسي. مثل ما انتم شايفين هون الاعدادات، بنروح على الخصوصية والاجتماعية بنضغط عليها. امر بسيط جدا، اعدادات الخصوصية. هون اسمح للاخرين بمشاهدة شعبيتي، بس تعملها تعطيل وبنسكر. بنرجع من حساب الجوست بنشوف، ندخل على الملف التعريفي مرة ثانية، كمان ندخل على الشعبية. اختار اللاعب اخفاء الشعبية. مثل ما انتم شفتوا دخلنا اول مرة شفنا الشعبية، بعد ما ضغطنا اخفاء او تعطيل السماح للاخرين برؤية الشعبية. تمام. وهيك يا اخواتي بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. الفيديو كان سريع جدا، بس مع هيك قررت اشارككم اياه للعالم اللي لسه ما بتعرف. الله يعطيكم العافية، والى اللقاء في فيديوهات جديدة، ولا تنسونا باللايك والاشتراك. سلام.